كاين اللي كيساند هذا المشروع وكاين اللي ما كيساندوش وما باغيش ورافضو. شكون هما هاد النقابات اللي رفضوا هذا المشروع وشكون هما هاد النقابات اللي قبلوا هذا المشروع وقالوا لي اهلا وسهلا بك ومرحبا بك عندنا؟ هاد النقابات اللي رفضوا هذا المشروع اولهم هي الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل، كتبعها نقابه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وكذلك المنظمه الديمقراطيه للشغل وفيدراليه النقابات الديمقراطيه. هادو هما النقابات اللي رفضوا مشروع قانون الاضراب. الاغلبيه في مجلس المستشارين اللي هو الغرفه الثانيه في البرلمان صوتوا على قانون تنظيمي كيحدد شروط وكيفيه ممارسه حق الاضراب في مجلس التصويت نهار 2 في العشيه اللي حضروا فيه 48 عضو من بين 120. صوتوا فيهم 42 لصالح المشروع بينما رفضوا فيهم 7. في هذه الجلسه مع بدات فريق الاتحاد المغربي للشغل انسحب منها وكيعبر على الرفض ديالو لهذا المشروع. هذا الشيء فيما يخص اصوات مجلس المستشارين اللي هو الغرفه الثانيه في البرلمان، وهكا صوت على قانون تنظيمي كيحدد شروط وكيفيه ممارسه حق الاضراب. ومجلس النواب اللي هو الغرفه الثانيه في البرلمان صادق على المشروع 24 ديسمبر، وافق عليه 124 واحد وعارضوه 41. من بعد هذا الشيء كامل وهذا التصويت كيتسناو هذا المشروع يرجع الى مجلس النواب مره اخرى باش يكمل المسطره التشريعيه بعد ما دار مجلس المستشارين بعض التعديلات على النص القانوني. هذا الشيء اللي كاين في هذا الفيديو. ما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. تهلاو لي في راسكم.